وهي اللي بتتحكم في شخصيتك. وده ياخدنا لتجربه ثالثه. سنه 1961 بعد محاكمه ادولف ايخمان، ده كان النازي المسؤول عن ترحيل ملايين من اليهود، قال جمله في المحاكمه بتاعته. الجمله دي كانت سبب في تغيير حاجات كتير. قال لك انا يا دوب بس كنت بنفذ الاوامر. فجاء عالم نفس اسمه ستانلي ميلجرام خد الجمله دي وقرر يعمل تجربه. ما هو كمان جاتش عليه. ميلجرام ده سال نفسه سؤال بسيط: هل الانسان العادي ممكن يأذي شخص غيره بمجرد لو حد فوق منه قال له اعمل كده؟ عمل ايه بقى في التجربه دي؟ جاب مجموعه ناس عاديه، اشخاص، موظفين، عمال، وجاب من بينهم واحد تبعه. قعد الشخص ده على كرسي وجاب باقي الناس حواليه، ووصل سلوك في الشخص الممثل ده، وقال للاشخاص اللي حواليه بدوسه زرار هتكهرب الشخص ده. وكان الجهاز اللي في ايديهم كان فيه مستويات الكهرباء 10 مستويات من اصغر حاجه لاكبر حاجه. فهو قال لهم ان الشخص الممثل ده لو غلط فمن حقك تكهربه باي درجه انت عايزها. والنتيجه كانت ايه؟ ان 65% من الاشخاص كانوا بيكهربوه باكبر درجه اللي هو ليفل 10، رغم انه كان بيمثل انه بيصرخ، كان بيمثل انه متالم، وحتى هم نفسهم كانوا مصدومين ومش مصدقين ايه التجربه اللي بتحصل اصلا. ايه اللي موجود؟ طب ايه اللي خلاهم يكملوا اصلا ويعملوا كده؟ اللي خلاهم يعملوا كده ان الدكتور اللي في الاوضه كان بيقعد يقول لهم ما تخافش، كمل، اعمل اللي انا بقول لك عليه. فبالتالي الناس كملت. فنتيجه التجربه دي ان ميلجرام قال ان في حاله السلطه الناس دي بتدخل في حاجه اسمها ايجنتك ستيت. فهنا مش بتحس انك انت المسؤول، بتحس ان المسؤوليه كلها على حد فوق، فبالتالي الضغط عليك بيبقى اقل. وده كله بيحصل من غير ما انت تحس بيه.